السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إيمان أورا. النهاردة إن شاء الله هنعمل غسول للفم بمقادير بسيطة جدا موجودة في كل بيت وفي كل مطبخ. هنعمل غسول اللي بيحارب التسوس وحلو للثة، بيحافظ عليها وكمان بيمنع الجير. الغسول ده لو اشتريناه من بره ممكن يبقى بحوالي 45 جنيه أو 50 جنيه. هنعمله في البيت بمقادير لا تتعدى 7 جنيه أو 5 جنيه. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي ومقاديرنا والطريقة. واول حاجه هنحتاجها في مقادير الغسول اللي هنعمله النهارده 3 كوبايات ميه عاديه جدا من الحنفيه، معلقتين كبيره حبه البركه، ومعلقتين قرنفل. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. والميه اهي حطيناها على النار. اول حاجه هنضيف حبه البركه. حطينا هنا الميه ومعاها القرنفل ومعاها حبه البركه، رفعناهم على النار. هستناها تغلي، واول ما تغلي هنشوف هنعمل ايه بالظبط. يلا خليكم معانا. شايفين كده غليت مع اول فوران، هطفي عليها ونسيبها تبرد ونشوف هنضيف اخر مكون ايه بالظبط. وبعد ما سيبنا خليط القرنفل وحبه البركه والميه مع بعض يبردوا وهم متغطيين، هنبدا دلوقتي نجيب شفشق. هجيب دورق كده وعليه مصفى وهبدا اصفي الخليط ده كله، عشان عايزاه غسول كده ما فيهوش اي حاجه من الحاجات اللي انا حطاها، القرنفل ولا حبه البركه، عشان دي مضمضه هتبقى حلوه قوي واحسن كمان من الحاجات الموجوده في الصيدليه بكتير جدا. هبدا كده اجيب ازازه مضمضه، ممكن او برطمان، عندنا هنحط برضه في برطمان. طبعا انتوا عارفين المضمضه دي مستورده وغاليه جدا. المضمضه اللي احنا هنعملها النهارده يمكن فعاليتها احسن كمان، وهتجربوا ان شاء الله وهتدعوا لي. هنبدا نحط في العلبه لغايه كده، مثلا نسيب التلت. هنسيب تلت الازازه فاضي كده. مثلا هنكمل بايه بقى؟ هنكمل بالخل الابيض. هنكمل كده بالخل الابيض لحد الاخر، وهنقفل الازازه. هنسيبها طبعا عندنا هنستخدمها كل يوم بالليل مره. بالليل طبعا نتمضمض بيها. عايزه اقول لكم ان المضمضه دي مفيده جدا، وهقول لكم على فوائدها دلوقتي. هنضيف الباقي في البرطمان، والبرطمان ده ازاز بقى فهنحفظه براحتنا. وبرده التلت الاخير هنكمله بالخل. وهنقفل ونعينه عندنا. لما يخلص التاني نبدا نحط من ده في الازازه. عايزه اقول لكم ان الغسول ده بيقضي على التسوس والجير والتهابات اللثه. حاجه حلوه قوي، لو جربتوها ان شاء الله تعجبكم. وبنستخدمه مره واحده بس بالليل قبل النوم. المضمضه دي لو اي شكوى في الاسنان، لان عندنا القرنفل مسكن قوي جدا للالم وللاسنان، مفيد معروف بفوائده. عندنا حبه البركه اللي هي برضو بتعقم الحلق والزور والحنجره، وطبعا لو في اي حاجه في الاسنان برضو مفيده ليها. وعندنا الخل بيستخدم كمعقم للفم برضو، وكمان بيبيض الاسنان، بيشيل الجير وبيشيل الطبقه الصفراء اللي على الاسنان. فدي حاجه مفيده قوي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، واتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.